أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رايح على القلب على راديو فهمني مع حنان أحمد. حلقتنا النهاردة عنوانها الانبهار المؤقت. أوقات بنشوف حاجات، ومش بس حاجات، ده كمان بني آدمين، وبننبهر بيهم ونرسم صور في خيالنا، وبعد شوية نتفاجئ ننصدم إن الصور اللي رسمناها والانبهار ده ما كانش يستدعي كل ده. سمعنا كتير إننا ما ينفعش ناخد قرارات في حياتنا وإحنا في حالة فرح أو في حالة غضب، عشان ممكن كده نرجع نندم. وكذلك حالة الانبهار اللي بنعيشها وبنرسمها، لازم نخلي حالة الانبهار تعدي وبعدين نشوف. كفاية بقى نصدق حلاوة البدايات. تعرفوا إن أصدق حوار الإنسان بيعمله هو حواره مع نفسه؟ يلا كل واحد فينا يعمل حوار مع نفسه ونسأل نفسنا سؤال: يا ترى أنا حبيت ولا انبهرت؟ ممكن نعكس أنا انبهرت ولا حبيت. فاهمين قصدي؟ يعني ممكن تكون هو مجرد انبهار مؤقت وانت حكمت عليه إن هو حب. كلمة ومعنى حب دي كلمة معناها كبير قوي، لو كان فعلا ده حب مش مجرد انبهار مؤقت. فعشان كده نركز ونرجع لسؤالنا: يا ترى حبيت ولا انبهرت؟ ولما قلت نعكس السؤال انبهرت ولا حبيت، ده بيبقى أفضل إننا نحط الأول زاوية الانبهار وبعدين نفكر ونقول زي ما قلنا كده إن أستنى إن حالة الانبهار تعدي، محكمش من البداية. طيب تعالوا نفكر مع بعض كده، إحنا بننبهر ليه؟ نقول كده لنفسنا: هل شخصيتي من النوع اللي بتنبهر؟ بس القرار ده ما ينفعش فيه الانبهار، القرارات المصيرية. نسأل نفسنا تاني ونقول: طيب هل احنا مفتقدين حاجات في حياتنا خلتنا بسرعة ننبهر ونحكم انه حب؟ طيب هل بنقارن حياتنا بالآخرين وعايزين نعلي عليهم فبندور على الانبهار ونقول عليه حب، فبسرعة قلنا حبينا وفي الحقيقة احنا انبهرنا؟ الجواب موجود عند كل إنسان زي ما سأل السؤال ده لنفسه، ده لو الإنسان حريص على اختيار حياة سوية. يعني فطرة الإنسان السوية مبنية على اختيار حبه للروح اللي تشبهه، اللي تنوره مش تطفيه، اللي تحترمه طبعا وتقدره، اللي تفهمه وتكون أمان ودعم وحنية ليه، وخصوصا مع صعوبة الحياة. نبقى محتاجين حد مريح، بيئة مريحة صحية لحياة أسرية مستقرة، حياة تميل للسعادة. ما تخليش نفسك تقع تحت سيطرة الانبهار المؤقت، وربنا إن شاء الله يكرم الإنسان اللي بيتقي في كل حاجة وبيسعى إنه يسيب أثر طيب. ده الإنسان السوي، ودي القوة فعلا، وده اللي بينفعك دنيا وآخرة. إنسان عنده طموح هادف. ركزوا انتم بتنبهروا بإيه، واعرفوا كيف تقاس قيمة الإنسان الحقيقية. لسه في كلام كتير إن شاء الله نكمله في حلقات تانية على راديو فهمني مع حنان أحمد، وأكون سعيدة تشاركوني آرائكم على الراديو، نتعلم ونفهم من بعض. وباي باي بقى دلوقتي.